يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. النهارده هنعمل الكب كيك الجلاش. ايه جلاش الكب كيك هنشوفه مع بعض. بس قبل ما نبدا اي حاجه بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. بصراحه جايلي ناس بعد شويه وانا ما عنديش حاجه حلوه، فقلت هنجز. فكرت في فكره كده، هجيب الجلاش زي ما هو كده، هقطعه واحطه في كب كيك، هنشوف ازاي. واقوم حاطه بس وشه سمنه وزيت ومدخله الفرن ومطلعاه، ونشوف احلى شربات عليه واي ذوق انت حباه، جوز هند، فستق، شوكولاته، اي حاجه، ونشوف النتيجه ايه. يلا مع بعض نبدا الطريقه بسرعه. انا عندي اهو الجلاش، هبدا اقطعه. طبعا لازم يبقى مش ناشف عندي. زي ما انتم شايفين كده. ولو الطبقه اللي فوق زي ما انتم شايفين ممكن تفرول منك، مفيش مشكله خالص. طريقه سهله جدا وسريعه، مش تاخد معاكي وقت خالص خالص، بالعكس هتحبي تعمليها وتستسهليها بعد كده. بصراحه بتنقذ موقف كمان. ده كده الشكل النهائي بتاعي بعد ما قطعته. هنبدا نرصه زي ما احنا شايفين كده. ادانا 12 قطعه كب كيك، فلو احنا عايزين اكتر طبعا بنزود. فانا كل اللي هعمله ان انا هجيب الكب كيك وابدا ارص فيه. يلا بينا. انا عندي قالب الكب كيك، كل اللي هعمله بس ان انا ادهن بزيت علشان لما اجي يطلع منه يبقى سهل. طبعا والاطراف كده، يعني الحواف الحته اللي من تحت ادهن كويس قوي بسنه زيت. تمام كده. ابدا ارص عندي. زي احنا شايفين الموضوع ما خدش معايا اي وقت خالص ولا مجهود، زي ما احنا شايفين. طبعا عشان يبقى الموضوع لذيذ وفيه دسامة شوية هبدأ انزل بالسمنة بتاعتي برضو. انا مسيحة سمنة، لو عندك زبدة طبعا برضو تبقى الدنيا كويسة. ابدأ احط سمنة على الجلاش كويس عشان يبقى طعمه حلو ولطيف. بفكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. وعايزه اعرف رايكم ايه في الافتكاسات بتاعتنا دي، عشان رايكم دايما بيهمنا وبيفرق معانا، واكيد انتم متاكدين دعمكم بيفرق معايا. كده انا حطيت سمنه كويس على الجلاش بتاعي، الكب كيك بتاعي. هبدا احط سنه زيت بالفرشه كده على الوش عشان تحمر من غير ما تنشفه. ممكن تكتبي بالسمنه بس عشان انا مش عايزه الوش ينشف قوي. ارجع ادهن بالزيت كده على الوش، اتاكد ان كله اتدهن بالزيت. هدخله الفرن. انا طبعا مشغله الفرن على 200. تمام. طلع كده 10 دقايق، فهدخله الفرن ونشوف النتيجه بعد كده. هكمل القالب التاني بتاعي عشان يدخلوا مع بعض. ده كده الشكل النهائي بتاعي. هدخله الفرن. انا زي ما قلنا ظبط الفرن على 200 ل 10 دقايق فسخنه. هدخله مجرد ان هو بس يتحمر ويستوي مع السمنه كده، واطلعه ونشوف الشكل عامل ازاي. ده كده بقى الشكل النهائي بتاعي زي ما احنا شايفين. لو عندك الفرن ما بيجيبش النتيجه دي، ممكن بعد شويه ما تدخليها تقومي قلبها الناحيه التانية عشان تدي تحمير من ناحيتين. كل اللي انا هعمله ان وهو سخن كده هنزل عليه بالشربات. طبعا ما قلتلكوش طريقه الشربات عشان في فيديو بالكامل عن الشربات بتاع الحلويات كنا عاملينه على القناه. لو عايزين تتابعوه تابعوا اللينك اللي هيظهر لكم هتلاقوا في طريقه عمل الشربات. فانا هنزل بالشربات عليها وهي سخنه كده الاول. طبعا لازم الجلاش يبقى سخن، الشربات ساقع زي ما احنا عارفين.
انا قصدي اغرقها بالشربات كده عشان ما تبقاش ناشفه، وفي نفس الوقت بعد كده لما تيجي تطلعي من الكب كيك اي زياده من الشربات هتبقى موجوده تحت. بالنسبه بقى للزواق عشان يدي طعم، اي حاجه عندك عايزه تحطيها هنحطها. انا مثلا هرش شويه جوز هند، طبعا اللي منكم مشترك معايا في القناه ومتابع الفيديوهات بتاعتنا هنلاقي ان احنا عاملين افكار كتيره بره الصندوق وتحفه للجلاش سواء حلو او حادق. تابعونا واشتركوا في القناه عشان ما يفوتكوش كتير. فكركم باللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس. واحلى جلاش واسرع جلاش ممكن تتخيليه، جربوه بسرعه. مستنيه تعليقاتكم وارائكم، والف هنا وشفا ليكم.